الصحة مش رفاهية، دي أولوية. والعدوى مش مجرد كلمة بنسمعها في نشرات الأخبار، دي حاجة ممكن تغير حياة الإنسان بالكامل. في حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنتكلم عن الحماية، عن الوقاية، مش من منظور الدكاترة، من منظور الدين اللي ادانا تعليمات قبل ما نكتشف يعني ايه طب أصلا. من الناحية العلمية، العدوى هي لما ميكروب زي فيروس أو بكتيريا يدخل جسم الإنسان ويبتدي يشتغل ويعمل أعراض. الميكروبات دي بتتنقل من شخص للتاني، أو من حاجة ملوثة زي كوباية أو كمامة مستعملة، أو حتى من الهواء. وفي أنواع كتير للعدوى، في عدوى فيروسية زي الإنفلونزا أو الكورونا، في عدوى بكتيرية زي الالتهاب الرئوي، في عدوى طفيلية زي الديدان، في عدوى فطرية زي التينيا. وبالنسبة لطرق انتشار العدوى فهي كتير جدا. أولا الرذاذ، يعني عن طريق الكحة أو العطس، لو حصل تلامس مباشر مع شخص مريض. لمس أسطح ملوثة مثلا، الأكل أو الشرب الملوث. والحشرات كمان بتنقل عدوى زي الدبان أو الناموس. طيب إزاي بنحمي نفسنا؟ بديهيات. أول حاجة بنغسل إيدينا. غسيل الإيدين بالمية والصابون لمدة 20 ثانية بيقلل احتمالية الإصابة بالأمراض أو احتمالية العدوى بنسبة بتوصل من 40 ل 60%. ولو عندنا أماكن مزدحمة أو التهوية فيها مش كويسة فيفضل التباعد وإن احنا نلبس كمام، لأن ده بيقلل فرصة نقل الفيروسات. والأكل والمية ياريت برضو يتغطوا، لأن أي حاجة هتوصل لهم ممكن تسبب أمراض كتير للجهاز الهضمي.